لتضيفي للمجتمع هذا الطفل الرائع والمبدع. تتميز فقرتنا مع الطفل شهاب الشعراني المتأهل من اليمن لبرنامج صوت الكنز. نشاهد. جمايل البحور العز واليمان، لمجدك صب النوبات ويمان. ولو اختار بين الكون واليمان، لقول يمن وبس وما هاي. يهلي أنا اسمي شهاب عبد الحكيم الشعراني، عمري 11 سنة، أدرس في مدرسة اليرموك النموذجية في الصف السادس، وبلادي وادي الدور. كنت أولا كان عندنا إمام أو مؤذن في الحارة عندنا، وكنت أقلده، وكنت في المدرسة ونشد. من الله أولا من الله علي بنعمة الصوت، وفي البرامج أو الموسم الأول ما كنتش دارنا في صوت الكنز، بس في البرامج الثاني دريت إنهم يجيوا لليمن، قلت إن شاء الله شارك. وصل سلامي يا طيبة، قلبي عليها مشتاق إليها زايد غرامي. أنا قلبي في طيبة هايم، والمشاعر تعزف دايم، فكري فيها صاحي ونايم. والله طيبة أغلى دية، يا طيبة يا نيس ما ندية، يا طيبة انت البهية، يا طيبة يا نيس ما ندية، يا طيبة انت البهية. طيبة تداوي قلب العليل، طيبة تداوي قلب العليل. والقلب والهان، طيبة والهان، روح تقول وفهم يقول، روح تقول وفكري يقول، يا طاير وادي الوصية، يا طاير وادي الوصية. صوتك كنز راح نكتشفه. أولا أتكلم عن شهاب أنه طفل مبدع منذ صغره، طفل متميز. أكثر ما يميزه أعتقد عن بقية الأطفال لديه همة عالية في جميع المجالات، طالب متفوق في مدرسته. أيضا أنه بالنسبة للإنشاد صوته جميل، فهذه من الله عليه بها، صفة من الله سبحانه وتعالى. لم يتدرب كثيرا حتى وصل إلى هذه المرحلة أو وصل إلى هذا المستوى بسبب التدريب فقط، إنما لصوت جميل من الله سبحانه وتعالى. أيضا كان في سبب وصوله في اليوم اللي قبل البرنامج أخونا البراء قام بتدريبه يوم واحد فقط. طبعا أكثر ومن ساعده في الوصول إلى البرنامج والتسجيل في البرنامج هي أختي التي أكبر منه وأصغر مني، كانت تلح عليه سجل في البرنامج حتى يعني أنه سجل في هذا البرنامج، والحمد لله تأهل من اليمن. كان بنفسي أشوفك مرة، حل فيك الغرب المرة، يا شمس الدنيا غرة بتزين الجبين، لكني مكتوب علي محرومة بقى عيني، تشوفك أرضي أغني من شوق وحنين، كلمة بخيالي برسملك صورة عم برجع بمحيها، لأنه ما في مثلك في الدنيا كلها وما فيها، فوق النجم العالي اسمك
وربويك الله بيحميها، حلف شعبك رح يرجعلك لو من بعد سنين. أولا أوجه لشهاب الشعراني أخي نصيحة بأن يستمر في أدائه المتميز عمليا وعلميا، بحيث يحقق التوازن في جميع المجالات، وبحيث لا يؤثر عليه الإنشاد على مستواه العلمي لأنه هو الأول دائما في الفصل. وأيضا أريد منه أن لا يصاب بالغرور أو بالإعجاب أو بما إلى ذلك، وأن ينمي موهبته، وأطمح أن يكون متميزا في جميع المجالات، ونأمل بإذن الله أن يحفظ القرآن الكريم كاملا، وأن يتلو بهذا الصوت الرائع في القرآن الكريم، وأن يكون مزمارا من مزامير داود. كما أوجه رسائل شكر، 4 رسائل شكر. الرسالة الأولى هي للقناة يمن شباب على جهدهم واهتمامهم وحرصهم. أتمنى من الشعب اليمني كامل أن يدعموا الأطفال الذين لديهم القدرات في أي مجال وليس في الإنشاد فقط بكافة الوسائل. أيضا أشكر هذه القناة التي بذلت جهودها وجاءت إلى هذا المكان وقامت بالتصوير ووضع هذه المقابلة، فهذا دليل على تشجيعهم لمواهب اليمنيين. أتمنى من الشعب اليمني كامل يصوت لشهاب، ليس لأنه شهاب ولأنه أخي، ولكن وإنما يعني فوز تتطور اليمن أولا، كما أتمنى أنه من الدول الأخرى أيضا التصويت له لأنه فعلا يستحق، فصوته جميل ولديه الطبقات والنبرات. الحمد لله، أتمنى الكل يصوت له من أول بدأ التصويت حتى آخر برايم. أوجه رسالتي لكل أم عندما تشوف ابنها عنده موهبة بأي مجال أنها تشجعه وتحفزه على ذلك، بحيث أنه ينهض وتشجع أن في من حوله يعينوا على هذا الشيء. أوجه رسالتي للشعب اليمني بأكمله أن يصوت لشهاب عندما يبدأ الإعلانات قبل السفر، يبدأ الإعلان قبل السفر بأسبوع. أنه أنا شهاب الشعراني من اليمن السعيدة، أتمنى تصوتوا لي على رقم 6. أتمنى يبدأوا يصوتوا منها. على عيني لما بتأمرني قلبي لبي قبل العين، وأنا قلبي لو ترضى عني، وأدعي لك ربي يا زين، أدعي لك ربي يعينك، أدعي لك بالخير يزيدك، يا بي يا ضي العين، يا بي يا ضي العين، من قبل الدنيا ما أشوفك قلبك بالحب مدفيني، كلماتي كلها وحروفك بتوفي لما بتكفي. صوتك كان وأتوجه بالشكر لمن ساعدنا وفي أي مجالات في البذل المعنوي أو المادي أو ما إلى ذلك. أيضا أتوجه برسالة شكر إلى كافة الشعب اليمني، ولن أطلب من الشعب اليمني التصويت، فالشعب اليمني معروف بتصويته، ولكن أذكرهم بالتصويت للولد شهاب على الرقم 6. أنا شهاب الشعراني المتأهل الوحيد من اليمن في برنامج صوت الكنز، وبتمنى منكم تصوتوا لي على الرقم 6. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك الزاكي، أبوثك كل أشواقي وأرشف عطر يمناك، أمرغ في ثرى قدميك خدي حين ألقاك، أروي الترب من دمعي سرورا في محياك، سرورا في محياك. خير من يجيد الفن ويفهم لغة الإتقان والجمال. نتابع ماذا حضرت لنا حواء في جديدها.